السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يلا كده عشان نعمل كده يعني صينيه عجه كده حلوه. عجه كده حلوه كده قدامكم. هفت عليا اعملها، قلت لازم اعملها والله، واتغدينا بها يوميها وكانت زي العسل. طيب انا حطيت بصلايه حلوه كده وسط، وخرطها خرط رفيعه كده، وعملتها في الطاسه الجميله اللي انتوا شايفينها دي. طبعا هنشوحها، مش هحمرها، انا هتتشوح بس كده حبه، مش هخليها تحمر مني ولا حاجه. ماشي. طيب معايا فلفل احمر، نص جرن احمر الوان، ومعايا حته الوان دي بقى الطماطم ومعلقه الصلصه، حطيتها الاول معايا خلاص، بشوحها كده الاول. ومعايا الفلفل الالوان زي ما انتم شايفين، ونص معلقه توم، فلفل اخضر، فلفل احمر، وفلفل اصفر. خلاص، وحطه شطه، حطه شطه صغنطوطه كده عشان مش تبقى حاره قوي يعني. ماشي. شوحت كده، حطيتهم عليهم. والخضار تعمليه يعني مش التبليج قوي، يعني هو لازم يعني يبقى فيه ريحه كده، ايه، جرشان كده، تبقى حلوه يعني، جرشه حلوه. تحطها في العجه، بتبقى لسه العجه هتخش الفرن تحت الشعله وهتتحمر، تبقى جميله زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا حطيت ملح، وهحط كزبره وكمون. دي التوابل بس اللي نحطها، كزبره وكمون وملح وبابريكا بس، نص معلقه بابريكا. طيب انا كده ايه بشوحها، شوحتها كده خلاص دبلت كده وبقت زي الفل. حطينا كزبره، عود كزبره عليها. ماشي. بتخلي نفسها حلو وتخليها حلو. عود الكزبره دي يعني بيخليها في حته تانية خالص، يعني بيخلي النفس بتاعها جميل وحته حلوه وحلوه كده. ماشي. طيب انا هعمل ايه؟ طبعا عايز يعمل براحته. انا حطيت كده حبه يعني حبه ملح، مش عارفه انا حطيت ايه اصلا عاملاها من كام يوم. دول 5 بيضات معايا، عايزه تعملها ب3 ب4، انا قلت هعمل 5. حطيت عليهم ملح وفلفل اسود وتضربوهم جامد. انا بضربها جامد بالمضرب عشان تبقى معايا حلوة. معايا دقيق، معلقة 2، 3 معالق، 4 معالق الا ربع حطيت اللي حطيت، وممكن احط دقيق تاني لسه يعني. فطبعا تحط عليها ايه، نص معلقة بيكنج باودر. خلاص عشان تبقى معاكي نفشة كده وحلوة، نص معلقة ايه بيكنج باودر كده. الدقيق والبيض الفلفل الاسود والملح بضربهم جامد، لسه ما حطيتش حاجة. حبة بيكنج باودر حطيتهم نص معلقة. ماشي. عشان كده مش كتر عليه معايا، عشان حطيت نص معلقة. حبة لبن، عارفش احطها ينحطوا كلهم ولا لا، بس دي لبن ايه، بجري خفيف وحلو يعني، بدل ما احط ميه. انا عايزه اعمل كده، احط حبه لبن بديها حبه دسامه شويه. ماشي. طيب حطينا الخليط الجميل اللي عملناه ده وضربناه زي ما انتم شايفين كده. لقيتها خفيفه حبه، حطيت لها معلقه دقيق. يعني انا خفت عشان ايه، يعني تطلع ميه يعني تقيله ولا حاجه. فانا حطيت سمنه في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. ماشي. بنزل حبه الزيت في بتاعت اللي في الفرشه. يلا معلش، انا ما حطيتش حاجه الحمد لله. هي كده القوام بتاعها كويس وحلو، وعجيه بقى هتطلع دلوقتي قدامكم زي العسل. انا صبيتها ونحطها في الفرن تحت الشعله، وفتحت ولعت البوتاجاز من تحت عشان تستوي. يعني ولعت البوتاجاز من تحت وحطيتها فوق على الشبكه خلاص، وولعت البوتاجاز وخليته على نار زي كأنك بتسوي كيكه، على 100 درجه 170 كده، الحراره 170. ماشي، او 180. واستوت. ولعت الشعل على حبه، اتحمرت من فوق زي ما انتم شايفين، مش حمرتها جو، بس هي كده التحمير بتاعها روعه. وشايفين العجه، والله العظيم يا جماعه شايفين الصينيه نظيفه ازاي. انا بوريكم الصينيه نظيفه زي الفل ازاي. شايفين العجه. انا كنت لسه فاطره، بس انا كلت حته العجه دي لا كلها يعني من حلاوتها. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، شايفين التسويه بتاعتها. يعني صينيه عجه، اللهم صل على النبي، اعمليها واسمعي كلامي وجربيها، تفطري بيها. احنا اتغدينا بقى وتعشينا بيها بصراحه. وبيجي حتى فانا فطرت بقى احط في الساندوتش واكل. مش ننسى اللايك والاشتراك، واحلى عجه معاكم، مع السلامه حبايبي.